نشرة أخبار جامعة قناة السويس يقدمها لكم إعلام الجامعة، وفيها: رئيس الجامعة يبعث برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، مشيرا إلى أنها شكلت لحظة تاريخية فارقة في حياة المصريين، حيث لبى جيش مصر الباسل نداء شعبه العظيم للقضاء على الإرهاب. كما بعث منظور برقية تهنئة لفخامة الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جامعة قناة السويس تستضيف المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 740، وتقيم حفلها الفني لأوركسترا وكورال الحلم، ترحيبا بالمجلس وبوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أشاد باللوحة الفنية المتكاملة التي قدمها طلاب الفريق خلال الحفل الفني. دي أحسن لوحة فنية اقتصادية موسيقية أنا شفتها. أنا عايز أقول، أنتوا عارفين الواحد برضه معماري، فالمعماري برضه بيفهم في حاجات كتير يعني. فاللي أنا شفته هم رسموا لوحة من غير ما يقصدوا يرسموا لوحة. هي لوحة موسيقية فنية بصرية متكاملة. الإخراج، التمثيل، الموسيقى، حتى الفكر بتاع العرض بتسلسله بيخلي الواحد يحس ان هو قدام مجموعة من الشباب تحت قيادة طبعا الدكتور احمد والدكتورة بسمة، اللي انا على فكرة شايفها وهي قاعدة على درامز ومنسجمة جدا. الحقيقة أنا سعيد جدا بيهم، وهو ده شباب الجامعات في مصر. أنا سعيد بيكم جدا، وإن شاء الله دايما نبقى مع بعض في كل المناسبات السعيدة. ونشكر طبعا الدكتور ناصر وإدارة الجامعة إنها بتورينا أمثلة إحنا كلنا سعداء بيها. أهنيكم يا شباب، وأنتوا تستاهلوا تكريم كبير، فإن شاء الله هنكرمكم قريب، لأن أنا اللي شفته بصراحة تاني لوحة ما شفتهاش قبل كده. خلال زيارته لجامعة قناة السويس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يتفقدون العديد من الإنشاءات الجديدة التابعة للجامعة، وعلى رأسها منشآت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وأعمال تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية، ومبنى العيادات الخارجية الجديد. كما تفقدوا مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بالحرم الجامعي. أثناء زيارته لجامعة قناة السويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشيد بالسيارة الكهربائية الصديقة للبيئة، باكورة إنتاج الدفعة الأولى للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة. في رحاب جامعة قناة السويس توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين 13 جامعة حكومية وأهلية ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء. والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد: نحن نجني ثمار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. واللواء شريف فهمي بشارة يصرح: التحالف يخدم إقليم القناة وسيناء. ومنظور يعلن: التحالف يحقق رؤية الدولة الاقتصادية. أسرة طلاب من أجل مصر يرسمون بورتريه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لزيارته للجامعة. خلال جلسة مجلس الجامعة رقم 441، مندور يهنئ كلية التمريض لحصولها على الاعتماد للمرة الثانية، ويشير إلى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من أعمال الكنترولات للعام الجامعي 2022-2023.
رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة الطالبات والمبنى الجديد لكلية الهندسة، ويوقع كذلك بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكلية الطب، مشيرا لأهميته في المجال الطبي حيث يقدم خدمات طبية عديدة. أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن حصول جامعة قناة السويس على المركز السادس على مستوى الجامعة المصرية، وضمن أفضل 1400 جامعة عالميا للعام 2024 بتصنيف QS. قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للدكتور محمد سرحان لتكليفه عميدا لكلية العلاج الطبيعي، ويعلن العيادات الخارجية بالكلية تفتتح هذا العام وتقدم خدماتها لأهالي إقليم القناة وسيناء. أشاد الدكتور ناصر مندور بطلاب جامعة القناة الذين أحطموا الأرقام العالمية وفازوا ب3 ميداليات ذهبية ببطولة كأس أوروبا المفتوحة للقوى البدنية، مثنيا على هذا الإنجاز الرياضي الكبير. مندور يعلن قوافل جامعة قناة السويس تقدم 695 كشف طبي والعلاج بالمجان بقرية العمدة بالسويس، وتقدم كذلك 464 كشف طبي بقافلتها الطبية لطلاب مدرسة أبو عياد الجديدة بأبو صوير بالإسماعيلية ضمن مبادرة صحتك تهمنا. كانت هذه نشرة أخبار جامعة قناة السويس قدمها لكم إعلام الجامعة. شكرا للمتابعة.